السلام عليكم يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رمضان بيعدي، عايزين نلحقه. عايزين نلحق رمضان، مش عايزينه يفوت مننا. اهم حاجة ان احنا ننهي السباق صح. رمضان ما ينفعش يضيع لانه مش هيتعوض تاني غير السنة الجاية لو لنا عمر ان شاء الله. بص يا باشمهندس، جات لنا مشكلة دلوقتي. طالب بيقول أبدأ آخد كورسات بره الجامعة من إمتى؟ وآخد إيه بالظبط عشان يساعدني بعد ما أتخرج إن شاء الله؟ طيب بص يا باشا. شباب اولا يعني خلينا بس نكون متفقين على مبدأ. ايه هو؟ انت في الجامعة راجل بتستهلك موارد، بتستهلك هدوم، بتستهلك بتروح مواصلات، بتجيب بقى كتب وبتجيب أدوات الجامعة عايزها جنبها، وبتعمل تصوير وأدوات هندسية وأدوات الطب واللبس يعني أنت راجل مستهلك. فما حاول قدر المستطاع إنك ما تزودش مصاريفك قدر المستطاع. أنا ما بقولش ضيع مستقبلك مقابل إنك ما تصرفش، مش ده قصدي. انا كل اللي اقصده دلوقتي انت ما بتاخدش مرتب، انت راجل بتصرف فلوس. طيب انت دفعت مصاريف الجامعه وجبت اللبس والمواصلات والاكل والشرب والحاجات بتاعتك ودنيتك وخروجك ورجوعك. فحاول قدر المستطاع ان احنا نقلل في المصروفات. طب انا عايز اخد كورسات، ده اللي انا اقصده بقى في الكلام. الكورسات اولا لما تيجي تفكر في اي كورس عايز تاخدها، فكر في الفري اوف تشارج. طب ايه لازمته الفري اوف تشارج يا هندسه؟ طبعا انت دلوقتي في مرحله التعليم، الشهادات هتحتاجها بعد كده. المرحله التعليميه دي يا اخواتنا، يا ابنائنا، يا زمايلنا، يا حبايبنا كلكم. انت عايز تتعلم وتزود مهارات. فعندك بقى السوشيال ميديا، اليوتيوب مثلا منزل كورسات كتيره جدا في حاجات كتيره جدا تقدر تتعلم عليها. لينكد ان عليه كورسات كتيره جدا. في ويب سايتس كتيره جدا. لو احنا بنتكلم مثلا الكورسات الخاصه بالانجليزي، انا راجل عايز اتعلم لغه انجليزيه، ماشي يا سيدي كويس. ما اروحش جري اروح اخد التويفل واخد الجي ار اي واخد كورس بفلوس. الكورس الواحد عباره عن 12 ليفل او 13 ليفل، والليفل الواحد بيبقى ب 1000 جنيه و2000 جنيه و3000 جنيه و5000 جنيه. حرام. هتلاقيك في الاخر صارف 50000 جنيه عشان تاخد شهاده التويفل. طب اعمل ايه؟ طب ما يا سيدي ادخل اول على اليوتيوب مثلا او على اي ويب سايت بيجيب لك الحاجات بتاعتك اللي هي خاصه بالكورسز واللي هي خاصه بالانجليزي، وابدا اتعلم ليفل بليفل. لان طبعا اي كورسز بره بيعمل لها بتاع اللي هو اختبار اداء. الاختبار اداء او اختبار قبول بيشوفك انت هتقبل في انهي ليفل موجود عندك في الخمسه او في ال 12 مستوى بتاعك. ممكن يقول لك انت هتبدا من المستوى الاول، المستوى الخامس، المستوى السابع. ما هو ده كل ده توفير فلوس. فلما انت تيجي توفر فلوس في النقطه دي، مهمه جدا ان انا اوفر فلوس في النقطه دي. فدي حاجه كويسه جدا. يبقى انا اروح اتعلم انجليزي فري اوف تشارج مجانا، واتعلم كويس وانطق واجيب كتب واقراها واجيب حاجات اسمعها واطبق الكورسز اللي بتتقال على اليوتيوب واللي بتتقال على الويب سايت، وفي ابلكيشن بتنزل على الموبايل، وفي غيرها وغيرها وغيرها. وبالتالي انا لما اعمل الكلام ده كله، انا اقدر اوفر ان انا ممكن حتى ادخل امتحان التويفل كاخر ليفل وخلاص. ادخل الامتحان بكام النهارده؟ 5000 جنيه، ب 2000 جنيه، ب 10000 جنيه، ايا كان، واخد الشهاده. خلي بالكم برضه في حته الشهادات، شباب خلي بالكم معظم شهادات الكورسز بتبقى لها اكسباير ديت، بتبقى صلاحيتها بتنتهي في وقت معين. فما ينفعش ابقى انا في سنه اولى اروح اخد شهاده مثلا بتنتهي في سنتين ثلاثه، والاقي نفسي على سنه رابعه او على سنه ثانيه او ثالثه محتاج ان انا اجددها تاني، والاقي نفسي على التخرج محتاج ان انا اجددها ثالث. كل ده هياخد فلوس مني كتيره جدا جدا جدا. يبقى خلاص انا دلوقتي عرفت ان انا اول حاجه هدور على الفري اوف تشارج. ما اهتمش بالشهادات دلوقتي، اهتم بيها غالبا في السنه الاخيره، او اهتم بيها في السنه اللي قبل الاخيره لو هي مدتها سنتين ثلاثه، والاحسن مع التخرج علشان ابقى وفرت فلوس ويبقى اتعلمت. لكن ما بقولكش ما اتعلمش. الكلام ده بيطبق بقى على كورسات الانجليزي، كورسات اي لغه في الدنيا. ما انت عندك لغات كتيره بيحتاجوها جنب الانجليزي، زي اللغه اليابانيه، اللغه الصينيه، اللغه الالمانيه، الفرنسيه. في لغات كتيره بتحتاجها. الناس اللي بتبقى عندها شغاله بقى في الألسن، او شغاله في اللغات وترجمه، او شغاله في السياحه، او شغاله في الحاجات اللي محتاجه لغات غير اللغات الانجليزيه، لازم يركز على كورسات اللغه اللي هتفيده. في ناس بعد ده كله محتاجه كورسات تانية، كورسات محاسبه، كورسات هندسه، كورسات في الطب، كورسات مش عارف ايه.
كل الكلام ده أنا أكون تارجت عليها إن أنا أعرف إيه أهم حاجة عندي وأروح أعملها. لو في مجال إن أنا أتعلمها فري اوف تشارج أروح أتعلمها وأكتب في السي في بتاعي إن أنا أقدر أتعلمها. لو المجال بتاعي لا ده أنا لازم يبقى معايا شهادة، خلاص أأجل الشهادة للسنوات الأخيرة عشان الإكسباير ديت بتاعتي تبقى مفتوحة. طيب إيه تاني مطلوب مني إن أنا أحدده وأنا في الجامعة؟ لازم أعرف من الدكاترة إيه أهم كورسات آخدها، من زمايلي القدام اللي اتخرجوا إيه أهم كورسات هتفيدني، وبالتالي لما يحصل الكلام ده كله أقدر أتعلم وأقدر أكون حاطط هدف كويس، وأقدر أكون عارف إيه الكورسات اللي أنا محتاجها، إيه الكورسات اللي أنا خدتها، إيه الحاجات اللي لازم أتعلمها. طبعا تضيف عليها الكمبيوتر واللغات واللغات البرمجة اللي أنا أقصدها، والاي اي، والجزء بتاع الريسيرش والسيرش والبرزنتيشن سكيلز والسوفت سكيلز والبيرسونال سكيلز. كل الحاجات دي لازم تضاف معاك، بس حاول كله يكون فري اوف تشارج لغايه ما تيجي في مرحله الشهادات تبدا تحدد انهي شهاده محتاجها. وكل ده ان شاء الله رب العالمين هيكون تمام وهيخليك تمام. وما تنسوناش بالدعاء، واشوفكم في فكره لبكره في مشكله تانية ان شاء الله. سلام عليكم.